يقال بأن يوسف شيبو يوما من الأيام كان قاسا على إبراهيم دياز قبل أن يحسم أمره، إما يمثل إسبانيا أو إما يمثل المنتخب المغربي. ومن وجهة نظر أخرى يقال بأن يوسف شيبو ربما ساهم بشكل غير مباشر بتمثيل إبراهيم دياز للمنتخب المغربي، نشكل عليه ضغط أنه لابد أن تحسم أمرك. تمثيل المنتخب المغربي هو شرف لأي لاعب، كما تؤمن بهذه الفكرة. أنا أؤمن أن أي لاعب عنده قناعات ومواليد أوروبا ولكن عنده أصول مغربية، أكيد أنه شوف الأفضل أن يمثل منتخب بلاده، لأنه شاهدنا العديد من الأمثلة. بالرجوع إلى الضغط أو كانت تغريدة أنت مارست ضغط. أنت مارست الضغط. مش ضغط، كانت تغريدة فقط أني قلت أنه دائما التمثيل كانت هناك انتظارات، ودائما كان هناك أخبار متى سيمثل، متى سيتخذ القرار، لأن كان هناك تقريبا سنتين عندما كان في ميلان، وكان كذلك دائما ينتظر الفرصة لكي يعلن إلى من يعني يمثل، هل يمثل إسبانيا أو المغرب. كانت هناك تغريدة فقط قلت أن السي إبراهيم أنه تمثيل المغرب لا يحتاج لا مساومات ولا انتظار ولا أي شيء. لكن بعد يومين 3 أيام كان هناك اختياره للمغرب، وهذا شيء جيد، وأنا في اعتقادي أنسب اختيار بالنسبة له. أقول لماذا؟ أول شيء هو لاعب صغير في السن، أكيد هو مستقبل كبير للكرة المغربية، هو نجم النجوم حاليا، هو الآن أصبح نجم المنتخب المغربي، لأنه الآن سيبنى عليه المنتخب مرة أخرى، لأن هناك العديد من اللاعبين ربما سيغادرون أو سيرحلون أو سينتهي مهمتهم مع المنتخب كباقي اللاعبين السابقين، ثم البناء أكثر على هذا اللاعب لأنه لاعب مهم ولاعب نجم، وتحتاج إلى نوعية اللاعبين خصوصا بهذه المهارة وبهذه القوة وبهذا المستوى العالي اللي قدمه. ثاني شيء، المنتخب الإسباني هناك منافسة كبيرة في بعض المراكز، بالتالي هو ممكن ما يلاقش الفرصة أكثر من منتخب المغرب. بالإضافة إلى أنت تعرف أي منتخب، أي لاعب يلعب مغربي يلعب في فريق كبير، هناك الآن أصبح المغرب تقريبا كله يشجع ريال مدريد، لأنه هناك لاعب مغربي يلعب مع الريال مدريد، وهذا بالعكس. يزعلوا منك المغاربه اللي يشجعوا في برشلونه. يزعلوا منك بعدين المغاربه اللي يشجعوا في برشلونه. لا، وما اكثرهم كذلك هناك اكيد هناك جمهور كثير لبرشلونه، لكن نقول الاغلبيه الان دائما هناك العاطفه تغلب. هناك العاطفه ان اي لاعب مغربي تتمنى النجاح اكيد، لانه يمثل منتخب بلدك اول شيء. ثاني شيء تريد دائما ان يكون في افضل مستويات. وانت اليوم من اول الداعمين لابراهيم دياز. اكيد. لا اكيد. شلت التغريده ولا لا ليش نشيلها؟ بالعكس، انت ضد هذه الفكره انه اي لاعب يحتاج تمثيل الوطن يحتاج انتظار او مساومات؟ خلاص، هذه قاعده لاي لاعب، مش ابراهيم دياز. اي لاعب عربي شرف لاي لاعب. عزيز ابراهيم دياز، أنا أعتقد بأنه يتطور من موسم إلى موسم، بدأ يأخذ الخبرات وبدأت ثقته بنفسه تزداد، وهذا شيء مهم، أنك تلعب في أكبر فريق في العالم ودائما تدخل سواء كنت بديل أو كأساسي، دائما تترك بصمة. هذه تحتاج إلى جرأة وتحتاج إلى ثقة بالنفس. في هذا الهدف لا يوجد الكثير من اللاعبين بإمكانهم القيام بما يقوم به إبراهيم. احنا لا نبالغ عندما نقول، لكن من اللاعب يقوم بالاستدارة، بعد ذلك الجري في المساحة، الكرة دائما تحت رجله قريبة جدا. عمل الفوت وورك الموجود في إبراهيم دياز عمل رائع. شوف هذا التمويه، بعد ذلك الكرة تحته، لم يحتاج إلى مسافة كبيرة لكي يرجع ويسدد. هذا تحتاج إلى مهارة خاصة. هذه موهبة موجودة لديه ويقوم بها بشكل رائع. هناك تدريبات خاصة لعمل الفوتورك في مثل هذه الأمور، بأنك تسدد والكرة تحتك. هذه صعبة لأنك ما تحتاج فيها، ربما لا تسددها بقوة، والتركيز ربما لا تكون لديك الزاوية لكي تفتح رجلك، كذلك كانت في الزاوية القريبة. فهذا الأمور وهذه التفاصين البسيطة تفاصيل مهمة ذكرها كابتن يوسف. ذكر بأن إبراهيم يمتلك رؤية، يمتلك يعرف أين موقعه داخل أرضية الملعب. حتى عندما استلم الهدف الثاني من مودريتش لم يكن ينظر المرمى، هو يعلم أن هناك مدافع، استلم، استدار، سدد، يعرف المرمى أين. هذه الرؤية وهذه الذاكرة الموجودة لديه، بأنه يعرف كل شيء دون النظر فقط. إحساس بالمكان، هذا الإحساس بالمكان أيضا يعتبر ميزة إضافية بالنسبة له. تشاهد بأنه حتى لم يشاهد المرمى على طول سدد ولم يعرف الحارس وين. هذه كلها تحتاج إلى موهبة وتحتاج إلى قدرات خاصة.
هذه القدرات الخاصة موجودة لدى إبراهيم دياز، يعرف كيف يستغلها. وكما ذكرنا مهند بأن إبراهيم في هذا الموسم هو أفضل موسم تهديفي بالنسبة له، وصل إلى مرحلة جيدة الآن، والآن ستكون لديه خبرة دولية بالمشاركة مع المنتخب المغربي، خصوصا بأنه لم يكن يشارك مع المنتخبات. فلذلك عملية دعم اللاعبين وتطوير اللاعبين الموجودة في ريال مدريد، خصوصا بأن مدريد كان يعرف بأن إبراهيم لن يحصل على الفرصة، عار إلى ميلان، بعد ذلك عاد إبراهيم مرة أخرى، عاد شراء، أتى إلى مدريد، حصل على الوقت الذي يتمناه، والآن بدأ يتطور شيء بشيء، وهو لاعب ليس لديه الكثير من المشاكل، دائما يتحدث داخل أرضية الملعب، لا يثير الضجة داخل أرضية الملعب، لا يقوم باستفزاز أحد، يأتي للملعب ليلعب، ليساعد فريقه، لكي يجعل فريقه ينتصر، وبعد ذلك يخرج بهدوء، وهي أيضا ميزة ممتازة لدى هذا اللاعب. طيب، أريد أن أطرح فكرة للنقاش. ريال مدريد استقبل 22 هدف حتى الأسبوع 36. جيرونا الوصيف المركز الثاني استقبل 44 هدف. برشلونة استقبل 43 هدف. وهناك نقطة تثير الجدل حاليا فيما يتعلق بمن سيكون حارس مرمى ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال. هناك من يريد لونين أن يكمل المشوار الرائع هذا الموسم مع ريال مدريد، وهناك من يفضل كورتوا. أنت مع من ولماذا؟ نبدأ بيوسف. أول شيء خليني أتكلم لك على النقاط اللي تكلمت عليها، هي المدافعين، أن أفضل دفاع هو ريال مدريد. أفضل دفاع نعم هو ريال مدريد، رغم المشاكل اللي عانى منها ريال مدريد. ما ننساوش أن غياب كورتوا، إصابة كورتوا، هذا عمل أنشيلوتي، عمل مدرب، أكيد عمل مدرب. إصابة ألابا، إصابة ميليتاو، إصابة روديغر كذلك كان مصاب بعض الأحيان، وإصابة ناشو وجات في نفس الوقت، في نفس تقريبا التوقيت اللي غابوا فيه اللاعبين. بما لعب أنشيلوتي مباراة المباريات عاد مع لاعب قلبي دفاع، لعب تشواميني وكارفاخال قلبي دفاع. هذاك مدى قوة هذا المدرب، والكل كان يريد أن يلح على أن لازم يتعاقد ريال مدريد مع مدافع لهذه الغيابات لأنه عنده، لكن لم يتعاقد مع ولا لاعب ونجح، وكان هو أفضل دفاع، وهذه قوة كبيرة. أنا نقول دائما أي فريق يريد الفوز بلقب الليغا عليه أن يكون قوي أولا دفاعيا. برشلونة فاز الموسم الماضي أنه كان أفضل دفاع مع الحارس كذلك. السنة هذه كان دفاعه سيء، ما فاز الدوري. وهي قاعدة، تريد الفوز باللقب يجب أن تكون دفاعيا أول شيء قوي ثم تسجل أهداف. نتكلم على كورتوا ولونين. أكيد لونين قدم مستويات رائعة، وكان تحت يعني كان بديل ممتاز لكورتوا اللي قدم أشياء كثيرة لريال مدريد. بالعكس، أنا في اعتقادي هي تبقى اختيارات للمدرب. أنا لو تحسبها حسابيا من الآن إلى نهائي دوري الأبطال واحد تقريبا باقي تقريبا 20 يوم أو أكثر من تقريبا 20 يوم، صح؟ يعني لا زالت هناك تقريبا 3 مباريات للدوري. 3 مباريات ومباراة في الكاس؟ لا 3 مباريات فقط. لا 3 مباريات دوري. لو لعبهم كورتوا واليوم لعب مباراة 4 مباريات كافية يرجع للفورمة؟ لا، في حال اختيار كورتوا لا، لازم لو يلعب لونين لازم يلعبوا حتى في الدوري. أنا صعب أن يخليه بدون مباريات إلى النهائي. هل أنشيلوتي سيعد من الآن في 3 مباريات كورتوا إلى النهائي، أو يمكن يكون هناك تناوب بين اللاعبين؟ أنا مع لونين كمان. عبد العزيز، لونين أو كورتوا؟ نختار كورتوا ستكون أكبر خيانة في عالم كرة القدم، حرام. لأنه يؤدي، صح؟ لأنه يؤدي، ما كانت لا توجد لديه أخطاء. لو كان هناك خطأ واحد موجود لدى لونين على طول أنشيلوتي سيقوم بتغييره، ولكن حتى الآن يقوم بالمهمة، وإذا حصل ولعب كورتوا نهائي دوري الأبطال ستكون أكبر خيانة في عالم كرة القدم. لا أعتقد أن أنشيلوتي ربما يقدم عليها، خصوصا أن لونين كما أكدت أحرج أنشيلوتي، أحرج ريال مدريد على كل التعامل. ولكن ما ننسوش مهند، خلينا نشوف هنا لا زالت 20 يوم، ممكن تكون إصابات، ممكن تكون أي شيء، فأنت وارد. طيب. أهم شيء أنه اللاعب عنده حارسين جاهزين، هذا أهم بالنسبة لي أنشيلوتي. جميلة علاقة الجمهور حتى بلاعبي الخصم عندما يقدمون شيء مميز، وحقيقة لاعبي ريال مدريد يستحقون هذا التقدير وهذا الاحترام. أعيد وأكرر، كرة القدم ليست مجرد لعبة، هي أسلوب حياة. أوكي، صح، أسلوب حياة، لكن بالنسبة لهؤلاء النجوم قاموا بكتابة التاريخ
مع ريال مدريد. مثلا نتحدث عن مودريتش هذا الموسم ال 12 مع هذا النادي. من الصعب أن تستمر على نفس المستوى لمثل هذه الفترة الطويلة، وهذه الاستمرارية بحد ذاتها تعطيك صفة ولقب الأسطورة بأن تكون في هذا النادي. كتبت التاريخ، حصلت على الكثير من البطولات، قام بالكثير لريال مدريد في طوال هذه الفترة، وأيضا حصوله على 5 بطولات دوري أبطال، فبحد ذاتها تكفي في مسيرة أي لاعب بأن ينهي هذا الموسم أيضا بلقب دوري أبطال آخر. بالنسبة له ستكون لديه 6 ألقاب، إن كانت لديه 6 ألقاب يعتزل كرة القدم. طيب اليوم هي مواجهة غرناطة ريال مدريد، وكذلك بالمقابل هناك ماينز بروسيا دورتموند، وبما أنه طرف الآخر بالنسبة لنهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة ريال مدريد بالنسبة لدورتموند الطرف المقابل لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا. يوسف، من كان يتوقع ويتصور أن بروسيا دورتموند سيكون طرفا في نهائي دوري أبطال أوروبا في وجود فرق أمام أكثر منا موارد مالية وأكثر منا جودة لاعبين ونجوم؟ حديث عن بايرن ميونخ، عن باريس سان جيرمان، حديث عن مانشستر سيتي، وهلم جرا. وهذه متعة كرة القدم ومتعة دوري الأبطال. دائما هناك فريق دائما يخلق لك المفاجأة، لا يعتمد على الأسماء أو الأموال، أو دائما هناك أشياء أخرى ربما أكثر، جماعية، الروح، أشياء كثيرة، الحظ، أشياء كثيرة. ودورتموند كان هذا الموسم من هذه الأسماء، ولا واحد كان ينتظر. لو تسأل قبل بداية البطولة هذه تقول دورتموند، في ناس راح تضحك عليك من دورتموند، في فرق أقوى. لكن كما قلت فريق لعب بشجاعة ولعب بحماس، لعب بروح عالية، خصوصا المباريات المهمة، خصوصا مع اتلتيكو مدريد وحتى مع باريس سان جيرمان. كانوا تكتيكيا منظمين بشكل جيد. أحيانا هناك الأمور التكتيكية كما قلت هي والأمور الجماعية تعوض الفوارق المهارية بين الفريقين. وفي شخص كان يسألني يقول لي قل مهند أنه مدريد بمن حضر، قال له مدريد مع إبراهيم إذا حضر. حلو لايك. طيب أيضا هناك مواجهة لعبت في هذه الأمسية فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي الممتاز والتفوق الكبير بالنسبة لمانشستر سيتي على حساب فولم خارج الديار برباعية، وهي رسالة شديدة اللهجة للأرسنال من قبل مانشستر سيتي. عبد العزيز، يعني أغلب الفرق وضعت أمالها على فولم بأن يوقف السيتي، ولكن الحال يأتي من المدافعين. يأتي من غوارديول، سجل 2 هدفين في مباراة اليوم، وفولم لا توجد لديه ضغوط لا سوى تحسين المركز بالنسبة له، لذلك لم يقدم أي شيء يذكر في هذه المباراة. السيتي كان مسيطر عليها من أول دقيقة من ناحية الاستحواذ وناحية عدد الفرص، حتى عدد التسديدات التي أتت للسيتي لم تكن هناك إلا تسديدة واحدة تقريبا، فالخطورة لم تكن موجودة. السيتي فرض أسلوبه ووصل إلى الفورمة في وقت ممتاز، بأن يصل إلى هذه الفورمة تشعر بأنه لا يمكن لأي فريق بأن يوقف السيتي إلا إن كانت هناك ظروف خارقة. فلذلك أنا يعني كنت أرشح السيتي من قبل فترة بأنه هو من يأخذ سباق الدوري، لأنه لا أرى بأن هناك فريق قادر على أن يوقف السيتي وعلى أن يأخذ نقاط منه.